اهلا بيكم قبل العيد وفي الساحل الشمالي ويوم العاصفه. قريه الاطباء. قريه الاطباء من القرى القديمه قوي اللي موجوده في الساحل الشمالي، ودايما الناس بتاخد في القرى دي علشان تجدد وتشطب بالطريقه اللي هي بتحبها. المنظر اللي ورانا ده منظر وشكل معظم الفيلا اللي موجوده في القريه، والناس بتشتري وبتجد وتوضب وتظبط الدنيا. الفيلا اللي هنشوفها النهارده احنا مش هنتكلم بس عن الابواب والشبابيك البي في سي اللي احنا ركبناها من شركه ماكس، لا احنا كمان هنتكلم عن مهندس معماري من اشطر واقدم المهندسين المعماريين اللي انا شخصيا قابلتهم في حياتي، وهو مهندس احمد طلعت. الفيلا كانت بالمنظر ده بس من حوالي 4 شهور. تعالوا معانا بقى نبص على الفيلا دلوقتي بقت عامله ازاي. زي ما انتم شايفين ورايا كده، النهارده الفيلا خلصت واتشطبت بالكامل، والنهارده احنا في يوم النظافه والفرش، والنهارده يوم العاصفه الشديده اللي كانت في اسكندريه، وده كان اختبار زي ما بيقولوا كده، اختبار رباني لجوده الاعمال بتاعه الابواب والشبابيك بتاعه ماكس، وطبعا لجميع الاعمال الموجوده في المبنى. ازاي حولت هذا الكائن المقيت اللي هو نفس النموذج، يعني وكان نفس الحاله يمكن اسوأ بالظبط، لهذا المكان الجميل اللي احنا هنخش نتفرج عليه دلوقتي. التيم وورك. الحمد لله رب العالمين، بتوفيق من الله. من اول ما ابتدينا الخرسانات والبنا كان في ترتيب شغل، ان لو احنا بنصب تحت مباني تخش تطلع الخرسانات فوق، مباني تشتغل يعني فوق. انا في ملحوظه، وانا بعمل المعاينه الاوليه مع مهندس مصطفى، كان انا كنت شغال والارض رمله. صحيح. وطب حتى يعني دايما اقول ايه، احنا في جمله احنا اتعلمناها، احنا يعني ياما الشرب ضيع رجاله. صحيح. ولكن مش معاك. الحمد لله. انا اول جمله قلتها لك انت، انا بقول لك كذا. الحمد لله. يعني. الحمد لله. احنا من اول ما ابتدينا كنا واخدين لنفسنا شرب فعلا. بالظبط. للمشروع كله حقيقي. وده هنشوفه قدام بقى في حاجه صعبه جدا، هي حمام السباحه. ازاي ان انت توصل بان انت تعمل حمام سباحه. ان انا كنت هنا من 3 اسابيع كان حمام السباحه خرسانه. مظبوط. والنهارده احنا حمام السباحه زي ما هنشوف كده خلص. مظبوط. بقى نتفرج كده. محمد عشره قديمه جدا جدا جدا، يعني ما شاء الله، ويعني دايما في ظهري في المواقف اللي انا ببقى فيها. اذا كنا خدنا عماير او اذا كنا خدنا فيلل او حتى شقق، دايما لما هو عارف ان انا موضوع التوقيتات ده عندي الحمد لله سهل وصادق معاه. ما بكونش من النوع اللي هو لا بيمط ولا بيضغط له وقته، يعني بديله الوقت اللي انا محتاج فيه. خد وقتك عشان انا هستلم منك كما ينبغي، عشان ما تجيش تقول لي اصل ولا ما كانش. احنا بنرتب الحمد لله مع بعض. يلا اتفضل. طيب احنا هنبدا كده من المدخل، والمدخل ده ليه قصه. احنا العميل عندنا هنا كان نفسه في مكان هادي. قريه الاطباء تتميز بالهدوء الشديد جدا جدا. فيها نموذج واحد للفلل، بس توقيع الفيلا نفسه بيختلف من نموذجين. نموذج قدامنا زي هناك ده، بتلاقي الباك يارد بتاعته صغيره جدا، حوالي 1.20 متر، والجنينه معظمها قدام. النموذج الثاني واللي صعب اللي احنا فيه بالظبط. انا عملت النموذج اللي هناك ده منه، عملت منه في القريه هنا كتير. ده اصعب شويه، لان المفروض الترس بتاعنا بينتهي هنا في الجزئيه دي كده، والمفروض دي حته نجيله او جنينه زي ما بيقولوا. انا حولت له الموضوع لهنا البحري بتاعنا كده، عشان العلم بالشيء يعني في الجزئيه دي. فبالتالي البحري هنا بيبقى كل ده انا عملت زراعات هنا كده، وعملت له كل ديت قاعده يحط تلفزيونات، يقعد يجيبوا بقى ترابيزه بلياردو، ترابيزه بينج، يعني المكان يتسع للكل. يعني انا كنت بقول الفيلا دي فيها 3 اعداد، دلوقتي بقى 4 عامه يعني. المفروض يعني انا هنشوف دلوقتي دي من ضمن الحاجات المميزه. ما شاء الله يعني. بالظبط كده. دي المنطقه الاولانيه. رفعت هنا الفيلا كلها بمنسوب 60 سم عن مستوى الشارع. ليه؟ احنا كده اول حاجه النقله، انا ما حبيتش ان اللي داخل الفيلا يطلع سلالم كتير. اوكي. فانا عملته على نقلتين، سلمتين بره المدخل وسلمتين داخله، وفي نفس الوقت اديت له مكان كبير يقعد فيه، جزء مغطى وجزء منه للشمس. يعني لو عايز يقعد في الشمس يقعد، لو عايز يقعد في الظل يقعد. بالليل طبعا الجو هنا مختلف تماما. ده جراج. المنطقه اللي عند اللي في الظهر دي هنا ده الجراج بقى كده. الجراج ده يسع معانا لغايه 3 عربيات، وممكن نشوف فيه عربيه اللي شايله الازازه هي واخده واحده موجوده اهي. تمام. ولسه عندي مكان لعربيتين كمان. ده الرمب من هنا كده. دخول كده كل المنطقه دي
تخش الثلاث عربيات ورا بعض بالترتيب ناحيه بالظبط. بقى البسين والكلام ده. بالظبط. اوكي. المنطقه دي منطقه الباك يارد بتاعت ودي اللي احنا كنا الفيلا. بنتناقش فيها لما كنا واقفين الناحيه الثانيه، اللي هي مواسير الصرف اللي كانت على الواجهه واللي زي كده. ايوه هات من هنا كده يا ريس، اللي هناك الفيلا اللي هناك دي، اول فيلا دي المواسير اول فيلا اللي هناك. المواسير هناك المواسير كلها من على الواجهه. تمام. تعالى بقى. ماشي يا ريس. هنا الباك يارد ده انا عامل فكره، كل الصرفه بتاعتي منطقه الحمامات هنا لممها من الناحيه دي. لممها من الناحيه دي لسببين. السبب الاولاني ان انا متداري، السبب الثاني اتجاه الهواء. اتجاه الهواء دايما هيجي لي من الناحيه دي. طب وبالتالي بالتالي ايه بقى اللي عايز افهم دي؟ يعني انا مش ايه هخش اتجاه الهواء؟ اتجاه الهواء. لو الحمامات دايما ساعات بتطلع ريحه، انا كده كده ببقى عندي مانع ريحه داخلي، اللي هو الستوبر ده. اوكي. ببقى عامل مانع ريحه، بس ما يمنعش ان انا اعمل اتجاه الحمامات في الاتجاه العكس. قصدك ان لما ببقى فاتح الشباك القلاب بتاع الحمام يبقى سكشن مش دفء. بالظبط. انا حتى لما جهزت له حتى اماكن التكييف مستقبلا. يمكن احنا مش مركبين تكييفات دلوقتي لسه بس انا تجهيزات التكييفات كلها معمول حساب، انكلودد جوه المقايسه بالقصه بالفيلم كله. بالظبط. برضو انا عامل له هنا فكره ان انا عامل دمج ما بين نوعين من السخانات. عامل له سخان شمسي فوق يخدم جزئيه معينه، بالاضافه ان في اماكن جوه هنشوفها فيها سخانات كهرباء. في حاله ده مش شغال بقى عندي سخان كهرباء عادي. سؤال كده بقى، بما ان احنا اتكلمنا، احنا خلاص احنا متفقين ان احنا بنعمل بودكاستنج بقى، ما بنعملش. تمام. السخان الشمسي عملي؟ طبعا عملي. لازم حضرتك تركبه صح وتدي له تجهيزاته صح. اوكي. انا النهارده مش متخصص بي في سي، فعملت ايه؟ جبتني. بس حضرتك كشركه ليكوا شغلكم بالظبط. انا بالنسبه لي عايز فتحه فيها شفاط، الشفاط ده مقاسه كذا. حضرتك اللي بتقول لي طب عايزه قد كده في قد كده، هو عندي بس. ده شاور صغير عشان محمد بس ما يغرقش. الشاور ده عشان مش عايز انا اللي طالع من البسين يدخل جوه الفيلا، يدخل جوه الفيلا، ياخد الشاور بتاعه، وممكن ياخد بيسموه التان بتاعه. هنكمل من هنا. الحمام السباحه ده معمول بنظام السكيمر مش الاوفر فلو. اول حاجه سالتها السكيمر دولت هتبص هنا هتلاقي فيه عين كده وفي عين تانية هنا. اوكي. الفرق ما بين الاثنين، السكيمر ارخص شويه من الاوفر فلو. السكيمر ملوش خزان ميه. اوكي. الاوفر فلو ليه خزان طبعا. ليه خزان ميه طبعا. الحجر ده منه شكل ومنه حمايه من الكلور. اوكي. ان هو ياكل الماده اللي احنا عاملينها. الماده ديت جرافياتو، انتاج شركه فيلفت. اغلى نوع جرافياتو بصراحه، لانه مقاوم لمياه البحر اساسا. ما هو دي حاجه بقى انا عايز اتكلم فيها. اتفضل. احنا في حاجات عاملينها حتى في الشبابيك مكلفينها جدا. انت في بنود انت مستخسر، يعني احنا من البدايه رايحين الفيلا دي انها بادجت. هنعمل فيلا فيها بسين وفيها كل حاجه، بس احنا في قريه الاطباء، احنا مش في هيسندا ولا في انا ما بتفرقش معايا احنا فين. بالظبط. لا انت في بنود لا ما فيهاش هزار. انا بتفرق معايا انا اسمي انا كاحمد طلعت وشغلي هو اللي بيجيب يعني. انما انا عامه مش من النوع بتاع الاعلانات، انت عارفني انا بحب الشغل. احنا قعدنا كتير قوي نتكلم في القصه بتاعت الفيديو، بس فالموضوع كله بيتلخص في ان انا الشغل يبقى مظبوط. حتى لو انا هدفع او البند ما وفاش معايا، المهم ان الحاجه انا العميل ده بيجيب لي عميل، وهكذا وهكذا وهكذا. فعلا من يوم ما ابتدينا كده مع بعض اعتقد كان هو ده النظام اصلا. دي غرفه المكن، دي قاعده هنا عشان لو عايز يحط شيزلونجات، عايز يقعد. الزون دي كلها كل ده معمول بليفلز كده مع بعضها. ودي غرفه المكن جوه بتخدم الجزئيه بتاعت هنا. اوكي. وانا عامل اضاءه دي هتبان بقى بالليل، لو شرفتونا بالليل بقى اضاءه على الكلام دوت. وعاملين زرع على الحيطان، يعني في لسه الشغل الفينشنج النهائي ما خلص. ما هو لسه هنا المفروض هيبقى نجيله باين. دي نجيله بقى كده كل ده. اوكي. الترس ده المفروض ان نهايته كانت تنتهي هنا. ايوه. في الجزئيه دي انا ضايفه مع الممر ده، بحيث ان انا اقدر اعمل قاعده هنا، تبقى قاعده صغيره، ترابيزه بتاع مش عارف ايه، تفطر الصبح لان الشمس كده بتجيلنا من هنا وتطلع ترجع من هنا تاني. التفاصيل احنا بنتكلم في تفاصيل اتجاهات الشمس واتجاهات الهواء. دي على اساس ان انا حابب ان العميل وهو قاعد يبقى مستمتع بالمكان اللي هو جه. احنا هنا بنتكلم ده الباب الخلفي يا باشمهندس. ايوه حضرتك هتلاقيه دوت. انا استغليت باب قديم كان عنده اصلا ما اتعملش من البدايه. لا عدلته وظبطته على اساس يتناسب معانا فقط.
بس انا كده شايف في مداخل كتير، يعني انت كده عندك مدخل الجراج ومدخل الفيلا شخصيا، ده مدخل من ورا خدمه. اوكي. الجنايني لو عايز يجي، انا مش عايز اديله مفاتيح البوابات اللي هناك، اوكي، فده بقفل، هتلاقيه من بره ما انتش شايفه، انما من هنا انت شايف ان ده ممكن يتقفل بقفل. اوكي. صيانه حمام السباحه نفس الكلام، العداد بتاع الكهرباء لو هيخش يبقى انا عندي اكس اكسس للخدمات، ملوش علاقه بالضيوف، ملوش علاقه نرجع بقى للديتيله بتاعت اول حاجه خالص اتكلمنا فيها، وهو مدخل الفيلا. بالزبط. ليه انا عايز اعمله من الباب الجرار؟ مظبوط. انا نازي كنت متجنن ساعتها. تمام. فنشرح بقى، انا اسيب لك انت تشرح بقى الجزئيه دي لانها تخصك. احنا ده كده هيبقى المدخل الرئيسي، ومحمد بقى هيبدا يخش لنا ايه الجزئيه دي. مهندس احمد كان عنده فكره كنا بنتناقش فيها، ان هو مش عايز يعمل باب للفيلا تقليدي خالص، عايز يعمل الفيلا مدخلين، مدخل من ناحيه باب المطبخ ومدخل من الواجهه الرئيسيه، وما يكونش باب خشب. ليه ما يكونش باب خشب؟ عشان احنا لو عملنا باب مفصلي خشب هيعكسه هو في الفرش الداخلي، لان هو انت لما نخش بقى مهندس احمد يحكي لنا احنا شقلبه الفيلا دي بقت ازاي، عدد الغرف المهول ده وهي اصلا مش كده، هنفهم ايه السبب. فطبعا احنا استخدمنا قطاع البي في سي بتاعنا، وجبنا المقبض المزدوج الجرار بكالون، فيصبح هنا المدخل الرئيسي بتاع الفيلا هو السلايدنج سيستم. بعد اذنك يا هندسه كده خلاص، هو بيبقى مقفول، باب جرار عادي. هنا الباب الجرار عادي مقفول، العميل معاه المفتاح هيفتح، شكرا مع السلامه، كده دخلنا جوه الفيلا. فبقى الباب الجرار اللي هو استخدامه باب جرار عادي بضرفه سلك عادي هو المين انترنس بتاع الفيلا. احكي لنا بقى هندسه، احنا خلاص عدلنا، انا قلت ليه احنا استخدمنا ده باب جرار. تمام. تعالى مكاني بقى وقول لي ليه احنا اضطرينا نستخدم الاستخدام ده. طيب انا استخدمته عشان حاجتين. نمره واحد، مش عايز احسس اللي قاعد ان هو في باب واخد مساحه، واخد مساحه، الفيو بتاعه مش مجروح. 3 الفنتريشن، حضرتك بص كده على الهواء، حضرتك هتلاقي لو انت طبعا الجو حر بره جدا، بس الجو هنا رطب، بس هنا رطب جدا، تمام، نتيجه الفنتريشن اللي معمول. ومحمد طبعا ساعدني في ان هو فهم انا عايز اعمل ايه، فكل ال3 شبابيك دولت توجيههم شمال غرب. شمال غرب ده كم الهواء اللي بيخش لي هنا غير عادي بالظبط، وبالتالي اصبحت المنطقه بتاعت الريسبشن تكييفها انا يعتبر مش عامل ملوش لازمه. تمام، بالاضافه ان ال3 شبابيك دول 1 2 3 4 بيدخلوا ده تمام، وانا مش مجروح خالص، تمام خالص. هنا انا عامل دي قاعده، اوكي، لسه بقى طبعا احنا النهارده لسه هيتفرش الكلام ده اللي انتوا شايفينه دوت. المفروض انه هيبدا يتفرش هنا بس بعد النظافه. دي منطقه القعده هنا، احنا عاملين تلفزيون هنا، تلفزيون هنا عشان لو حب يقعد توجيهه كده او توجيهه كده. التلفزيون ده برضو انا عامله دبل لودد، يعني لو حبوا يتفرجوا بره وهم بالليل مش عايزين يقعدوا جوه ويقعدوا بره فيقدر يطلع بره. اوكي بالظبط كده. المنطقه الثانيه دي المفروض منطقه السفره اللي هي ديت، وجبنا حاجه مربعه عشان تبقى ايكوال بالظبط، ما تدينيش اتجاه معين. اوكي تمام. المنطقه هنا مطبخ سيمي اوبن، اوكي، فسيبنا الريسبشن بدون ما يكون محدد. وانا قلت له على طريقه الفرش، وهو ممكن لو قلب الفرش ده جاب السفره هنا جاب القعده هنا، اصبح معاه هو هيقدر يقعد من هنا ومن هنا من اي حته، فتبقى الدنيا تمام معاه. افيلبل. هنا المطبخ ده شبه مفتوح شبه مقفول. ما هو يعني هو ده المدخل بتاعه من هنا. أوكي. بس مش مجروح بالظبط. ده كده غسالتين. اوكي. الحوض سمارت ترندي قوي يعني حاجه كده يعني ميه كده، دي ميه للفلتر بس احنا ما وصلناش فلتر. ده للصابون. الميه ديت كده اهيت، ده سمارت اهو. ببقى عندي شك دايما في عمليه الاحواض دي يا باشمهندس برضه، يعني انا دايما عندي مش عارف ليه، انا تقريبا عيان عندي بقى علاقه الاعتماديه بالجمال. لا بص، ده مثلا من ضمن الحاجات اللي انتوا بتشوفوها في الاعلانات. جدا. غسيل الكوبايات والكلام ده كله، الحاجات دي في المصيف او في الاقامه هنا بتبقى جميله. يعني في براندات معينه ممكن تبقى هي الافضل في المهم الوكيل اللي انت بتاخد منه نفس الفكره. بس زي ما انا ممكن اخد اي قطاع بي بي سي، بس غير لما اخده من عند مين؟ ماكس.
بس هي دي الفكره. الحمد لله رب العالمين. والشباك بقى اللي هنا ده الشباك الحكايه على اللي احنا قعدنا نتناقش فيه قد كده. ده لو حضرتك قربت هتلاقي نفسك ان انت شايف حمام السباحه من هنا، الجنينه بره. هي الفكره هنا احنا لما قعدنا فكرنا في الموضوع هنا كنا بنفكر نعمله قلاب ولا جرار ولا بالظبط، لان احنا مش محتاجينه قلاب اصلا لانه مش مجروح. تاني حاجه اهل الفيلا اللي قاعدين بره. تالت حاجه مهم قعدنا نفكر في موضوع الناني، وقعدنا نفكر في السيناريوهات اللي ممكن طفل صغير بيلعب في البسين تبقى انت واقف بتعمل حاجه وعينك عليه. برضه دي اوبشن على فكره، حاجات يعني اعتقد المهم المهندس يفكر فيها. وفي نفس الوقت برضه الباب ده من الحاجات المهمه جدا. تعالى بقى ايه كويس. الباب ده يعني هيشرحه محمد. انا مش هشرح كاستعمال، انا هشرح ان انا هنا ممكن ابقى قاعد على البسين. لو الجزء اللي كنت بقول ممكن نفطر بره، انا اصبح دي اقرب نقطه ليا ان انا اطلع ما اضطرش الف اللفه الطويله. بالظبط. احنا قلنا ان الفيلا ليها مدخلين، المدخلين عندي تمام. المدخل بتاع الباب الجرار اللي بالمفتاح، وده باب المطبخ. الباب ده احنا قعدنا فكرنا، بس انا هقول لك حاجه، احنا عاملينه عشان البسين. لا مش مدخل اساسي، واقدر اطلع افطر بره. ولو انا جايب حاجه كصاحب فيلا مش لازم اخش، يعني هقدر ادخل كده اجيب الحاجه واروح فاتح الباب من غير ما حد من اللي قاعدين ما عندي يبقى حاسس بيا. بالظبط. فمحمد عمل لي كنترول هيشرحه بنفسه بقى هو. بالظبط. احنا عاملين هنا الباب، طبعا احنا عارفين العميل عنده مشكله، هو جد فبيخاف على احفاده جدا. هنطلع فوق برضه، كلفني فوق هو بس تمام على عينيا والله. فهو دايما عنده قلق من اي طفل بعجله بسكوتر، الاولاد اشقياء جدا، فخايف من الجزء اللي تحت. فعملنا له الجزء اللي تحت ده بانل، علشان لو لا قدر الله لاي سبب من الاسباب حد خبط بتاع ما بقاش فيه مشكله. الفيلا دي كلها قطاع مصري، نعمل قطاع مستورد. قطاع مستورد غالي علشان اخلي القطاع بيفتح للخارج، ولكن الباكيتات بتاعتنا من جوه. ده امان يا جماعه، امان للعميل. مش لازم اكسب في الباب ده، يعني مش لازم اكسب اصلا، بس ما اعملش حاجه غلط. الباكيتات من بره، الحلق مقلوب غلط، ده كل حاجه غلط. هنا عندي جناحين نوم ماستر. ما هو دي بقى مساطر، يعني ده اوضه نوم بحري وليها حمام خاص. تعال نبص كده. دي برضو شبابيك ماكس. والله الحمد لله. هوريكم تريكه من التريكات. اتفضل. انا عامل ان ممكن لو هو دخل ينام وعايز يسيب المروحه يقدر يطفي النور من جنب الفيشه اللي هناك عن طريق ديفياتوري. عارفها الفكره دي. تمام. الفكره دي كانت زمان منتشره جدا، يعني انا فاكر ان دي انا بعملها احتياطي، الزبون ما بيبقاش فاهم. بطل الناس يعملوها. لا انا بحبها. على فكره يعني هي مش جديده، بس بطلت. يعني ليه بقى الناس بطلوا يعملوها رغم انها مفيده جدا؟ عشان بتكلف سلك زياده وتكلفك مفتاح زياده. وده حمام برضو لو عايزين تتفرجوا عليه. البساطه هنا في ان انا مش مختار نوع سيراميك غالي، مختارين نوع سيراميك معتدل هو كيلوباترا. مش واصل بيه لغايه السقف، انا واصل بيه لغايه مستوى الميه اللي انا محتاج له. ما عدا ذلك انا مش محتاج له في حاجه كده. الاحواض، التويلت، الشاور هنا معمول بطريقه، انا ما عنديش غير بلاعه واحده. يعني كل الحمام ده عموما بلاعه الشاور، يعني كل الحمام بيرمي هنا والشاور كله بيرمي هنا. تمام. اهو لو احنا قربنا هتلاقي الميه. في ناس بقى بتقعد تجيب بلي ومش بلي والكلام الفاضي ده، انا مش مقتنع انا بعتمد الميه، ما بعتمدش. لان الناس كانت اشتهرت قوي الفتره اللي فاتت موضوع البلي، يجيبوا بلي ويختبر البلي بيجري ويروح عند البلاع. لا يعني احنا يعني البلي ده المحابس، التويلت، الشفاطات، الشباك اللي احنا شفناها. الشفاطات وادراكم الشفاطات والعذاب بتاع احمد طلعت لمحمد بزيوني. بالظبط. ان هو نعمل الشفاط مربع وليه باكيته. يعني فكره الناس كلها بتركب الشفاط ده في الازاز او حتى في البي في سي. لا ده في شرط ما تقطعش في البي في سي، ركب لي الباكيته على الشفاط. فنروح مركبين بانل ونركب الشفاط جوه البانل ونقفل بالباكيتات. اشيك يا جماعه والله. يعني هي حاجات صغيره تحت في ديتيل بقى بعد اذنك يا مهندس محمد، بقى محتاج اتكلم فيه. اللي طبعا سيبك من دراع القلاب، هنفتح اوكي كده. النقطه اللي انا دايما بشرحها، ده شباك حمام مفصلي بتاع حمام. تمام. انا مركب له ضرفه سلك من بره، ضرفه مستقله
للسلك عشان ما اذيش الكاوتش ده. دايما ودي بانت معانا في الشتاء النهارده. في الشتاء النهارده لو كان الكاوتش ده، هم الناس بتعمل ايه بره؟ يشيل الكاوتش ده يحط سلك ويحط الكاوتش ده ويحط السلك، فالنتيجه ايه؟ هو دمر العزل، باي باي كده خلاص، روح العزل. صحيح. احنا ما بنعملش كده وعمرنا ما عملنا كده، احنا بنركب دايما ضرفه السلك بره، بلق، بس انا في الاخر مطمن ان عميلي متامن. انا عايزك يا باشا تقفل شباك تبقى مطمن، عاصفه زي بتاعت النهارده. احنا بسم الله الرحمن الرحيم ويند لود رهيب احنا ما شفناهوش قبل كده. مظبوط صحيح. وتراب، وبعد كده اديله شتاء وثلج. الحمد لله. يعني المهندس احمد بقى هو اللي يقول، ما ينفعش انا اقول. لا ما شاء الله، مش نقطه ميه ولا ذره تراب داخل الفيلا. بالظبط. يعني من ضمن الحاجات برضو ان الابواب ديت تصنيعنا احنا. ما شاء الله. مش جاهزه. طبعا العميل كان شاف الابواب الجاهزه. انا بالنسبه لي بستحرم ان انا العميل يحط فلوسه في حاجه زي كده، فانا تكفلت بان انا اعمل له باب بنفس تكلفه اللي هو بيشتري، وده صعب جدا. التاني كان فاضي، انما ده كله خشب. حضرتك بس الانتاج بتاعنا كده. لا ما شاء الله. ده الصوت اللي انا بحب اسمعه دايما. شكرا. دي كده معنى كده ان انا الباب معايا تمام، تسكيكه تمام، النعومه مش برزع، مفيش اي حاجه اهو. الاوضه دي قبلي. اوكي خلاص تمام. قبلي شرقي تمام. يعني كده. فانا طبعا الاوضه ديت ما فيهاش مميزات. لا بس البسين قمت عامل لها ميزه انها الاوضه دي اللي شايفه البسين. تمام. الفيو بتاعها البسين فعلا جميل. ولو انا فتحت لها من عند شبابيك محمد اهي، حضرتك هتبدا تجي لنا نسمه الهواء اللي احنا وعاملين شباكين، مش شباك واحد، شباك فوق السرير وشباك فوق بالظبط. فهتبقى الفنتليشن انا معقول فيها. هديكوا تريكه صغيره خالص اللي انتوا كنتوا شفتوها بره، الا وهي التكييف. شايفين حته الخشبه الصغيره دي؟ انت التجهيزه وراها دي كده. مجرد ما العميل هيشتري التكييف هيتصل بينا، هنيجي نشيل الخشبه، هتلاقي تجهيزاته كل حاجه متشاله ورا الخشبه. يعني هي الفكره برضو طبعا ظريفه جدا، انت لم الدنيا ورا الكتله، وحضرتك ما خدتش بالك، ما خدتش بالي منها ولا بالظبط ولا عدت عليا. بالظبط. هو خداع بصر بطريقه معينه كده، عن طريق علب معينه كده انا بعملها ضغط ما بتشوفش. مع السلامه. تمام. الحاجه الاخيره برضو من التريكس اللي احنا عاملينها، ان هنا في الريسبشن ده تكييف كويس. ما تحاولش، ما فيش. تمام. التكييف بتاعي هنا، تجهيزاته كلها هنا. كونسيل؟ لا عادي، سبليت عادي جدا، تجهيزاته كلها هنا. ساعه ما العميل يحب يجيبها، ده ريسبشن. الاوض اصبحت مخفيه. بالظبط. يا راجل بالظبط. اوكي تمام بالظبط كده. الاوض مخفيه جوه الحيطان، ده انا عامل له المنظر ده. انا ما شفتهاش من ساعه ما انا عملت المخد، يعني ما قطعتش عليها خالص. هنطلع بقى ونتكلم على السلم. دي برضو من الحاجات الجميله اللي محمد بسيوني عملها لي. الحمد لله. شدينا عليها بس تمام. يعني هو بيحصل شد وجذب بس في مصلحه الشغل عامه. اكيد طبعا. يشرح هو الشبابيك. انا بحب ان هو يشرح الحاجه بتاعته. هنا احنا كنا بنتكلم مع مهندس احمد، هو ما شاء الله احنا في مساحه كبيره قوي هنا، وده السلم، ده اللي بينور فوق وتحت، ده اللي هيعمل فنتليشن فوق وتحت. فاحنا رشحنا المهندس احمد السيستم المفصلي القلاب. ليه؟ لعدد من الاسباب كثيره جدا. اول حاجه ان هو طول الوقت طبعا غالبا هيبقى قلاب كده عشان ما يضايقش اللي طالع واللي نازل. انا خلاص عايز انضف في السلك، عايز اعمل اي صيانه، عايز اعمل اي حاجه، تريك خلاص مفصل. طبعا كلنا فهمنا انا اتشدت ليه. احنا هنا كنا اتناقشنا انا ومهندس احمد في احنا هنا هنعمل ايه؟ فهنا هيبقى في وحده تلفزيون المفروض، صح، وهنا هيبقى في ركنه في المكان ده. فاحنا عايزين نعمل حاجه ما تضايقش اللي طالع واللي داخل، نستغل الهواء، شويه الهواء الحلوين حرفيا اللي موجودين هنا. فطبعا الساحل الشمالي او بشكل عامه السلك البليسيه مش عملي، ما بيقعدش وما بيعيش، وكل سنه عايز لك سلك. فاحنا دايما بنقول نعمل ضرفه داخل ضرفه سلك. فاحنا عملنا ضرفتين جوه بعض، الضرفه كده تبقى مفتوحه وانت شغال التلفزيون والناس قاعده، تهويه فعلا فوق الممتازه يعني، وعاملين مقبض مزدوج بكالون. نطلع بقى على منطقه التراس اللي انا شخصيا معجب بيها جدا.
طبعا مقبض مزدوج بكالون عشان وانا طالع اروح طالع وقافل ورايا. للسكيورتي بقى عايز اقفل خالص، بقفل خالص تمام، الدنيا زي الفل، ومثبتين الجزء ده عشان ندي مساحه. هنا التلفزيون لما يركب والحاجه لما تتحط ما تبقاش الدنيا مبهوقه قوي، لان عرض الباب كبير، بس كان لازم يبقى مفصل. والوسع ده عشان يدينا حاجتين، ضوء بالظبط. ونمره 2 لو حب يطلعوا ترابيزات كبيره او حاجه زي كده، او يجيبوا حاجه من بره لجوه، يبقى عندي باب. والديتيله بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها تحت، هو طبعا زي ما احنا قلنا العميل جد فبيخاف على اولاده، فروحنا مسكرتين عملنا الجزء اللي تحت ده ازاز سيكوريت هنا وهنا، عشان لو لا قدر الله حد دخل فيه او حاجه للامان يعني. لان احنا في الاول في الرسم المبدئي كنا عاملين بانل بس كانت هتضل. فدي من الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها بقى. بعد اذنك يا باشمهندس احمد، حضرني بدري. لما تحضرني بدري، احنا كل النقاشات اللي احنا بنحكي فيها النهارده الهدف ده الفيديو منه ايه؟ التيم وورك. ازاي ان المهندس المحترم الشاطر بيخلي فريق العمل معاه من بتوع الشبابيك، مش انا بس، لا انتوا يا جماعه جبنا اي بند من البنود الناس هتتكلم نفس الكلام. بنقعد نتناقش ونتكلم في كل بند على حده، والراجل ده المايسترو بتاع الشغلانه، فهو عارف ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه. احنا عندنا هنا ده قاعده ملوكي يعني زي ما انا مسميها جدا. تمام كده انا قفلت الصوت جوه. لا ما انت كمان، لا في يعني انت لو كمان عملت كده، انا مش محتاج اعمل كده، انا هو مجرد ما رديته خلاص. انا بس بوريكم ان الصوت عملت كده، انا ما قفلتش ما سككتش، انا بس ايه عشان نسمع بعض. وسنجل جلاس، وسنجل جلاس، عشان في ناس بتاكد لا لازم ودبل ومش دبل. لا يا جماعه اهو شغل متنفذ فعلا. سنجل مع شركه محترمه، طالما تسكيكها كويس خلاص انا مش محتاج الدبل. وفي حته ثانيه بعد اذنك يا هندسه برضو بقى، انا كل شويه هقول عليها ضرفه السلك. بالظبط. دي احنا لو كنا مدككين السلك مكان الكاوتش الصداد بتاع الحلق المفصلي، والله كانت الدنيا هتبقى خراب. فالناس بتستسهل الموضوع ده جدا يا باشمهندس احمد، ويمكن انت شفت ده. مظبوط يعني، وده كارثه يعني. انا عايز اتكلم عن الهاندريل. اتفضل. انا شخصيا لما كنا جينا هنا اول مره، وتاني برضو باكد على فكره التيم وورك، انا الهاندريل ده مش بتاعي. ما انا عارف. ولما جينا هنا كنت بتكلم مع باشمهندس احمد ان احنا نعمله هاندريل الومنيوم او فريمليس جلاس زي ما احنا متعودين والشغل بتاعنا. قال لي لا انت هتشوف حاجه حلوه. حصل. وسعرها في اللذيذ. مظبوط. فجيت شفت ده. انا عايز اقول لك افتكاسه مني. سيمبل جدا وشكله حلو جدا. ايه اللي تم؟ ده بيتش باين. اوكي. خشب مراكب. اوكي. تمام. بيبقى مشبع، فمهما تحطه انت بس كل اللي بتحتاج له ان ايه؟ ياخد صيانه بتاعته اللي هي الدوريه، زي اي حاجه. لو انت راكب عربيه بتصينها هتعيش. والنبي قول تاني كده يا باشمهندس. لو راكب عربيه بتصينها هتعيش. اوكي. هنا دي اجنحه النوم. طبعا هتقول لي ليه ما قفلتش دي مدياني نور لغايه هنا. ودي على فكره الدكتور صاحب المكان نفسه قال لي انا عايز، قلت له كان عايز يفتح ده كله، قلت له لا ده عمود خرسانه مش لا ما ينفعش تشيل. تمام. مع ان في ناس بتشيل والله. لا هو عارف ان احنا كده. انا عندي هنا اوضه 2 3 4 و2 حمام. كنا عاملين اوضه ماستر هنا، قلنا لا ما نعملش ماستر، نخلي الغرف. هنبدا برضو ايه بالباب العظيم بتاع محمد بسيوني. انا بقول الباب العظيم لان انا الحاجات ديت انتوا كده شايفين الهواء بقى كده. ما شاء الله كده الهواء رسمي باين. موقفين الباب، موقفين وحاطين حاجه عشان بس ما تفتحش وتقفل الباب، ان ممكن الهواء هنا جامد شويه. تمام. دي برضو من ضمن الحاجات. البانل اللي هنا اهيت مش محتاجينه في حاجه، محتاجين امان بس الاطفال والكلام ده. بالظبط. بس هنا انا استغليت برضو المكان ده في ان انا مش عايز اجهزه التكييف في الاماكن اللي هي ملهاش اماكن. دي منطقه التكييفات. في الزون دي كده. التكييفات دي انت ما شفتهاش وانت تحت خالص. تعالى يا باشا كده بص من هنا. انت شفت على الناحيه الثانيه. اللي شفته على الناحيه الثانيه كان ليه مخرج ان انا اخرج بيه، اللي ما كانش ليه اللي كنا فوق انا خفيه زون وطلعت له زون. وهنا ممكن بعد ما نركب اعمل له باب في الحته ديت زي باب الجناين الصغير القصير، يمنع دخول الاطفال هنا. بالظبط. في تحت مني حمام اللي انت ما شفتهوش بقى. ايوه. وفي عمود هنا تحت خالص. اوكي. العمود ده الاولاني ده متكبر لان معمول ضغط جواه، نازل فيه الصرفه
نازل فيه الميه، نازل في فيه كل النفس الافلام اللي انت ومقفول ومستخبي، مش هتشوفه. مش هتشوف. دي منطقه سخان شمسي هنا بقى عشان اقابل اكبر قدر ممكن من الشمس. ديت مكونات السخان الشمسي، ان انت تدخل له ميه ساقعه، تخرج له ميه سخنه، تعمل له حاجه اسمها دايره مقفوله. اوكي. الدايره المقفوله دي ما يضطرش كل مره السخان يقوم من الاول. دايما ايه، هي الميه جواه وسخنه والدنيا دايره. الله يفتح عليك. الله ينور ما شاء الله. في النهايه انا مبسوط ان اولا ده اول بودكاست حقيقي في موقع تسليم. اول حد اعمله معايا مهندس احمد طلعت. ربنا يخليك. ده اكيد شرف ليا طبعا. يعني ده بالنسبه لي حاجه مهمه. ربنا يخليك يا رب. وانا الحقيقه متشرف جدا ان انا بعمل ده معاك. انا بس احب اقول معلومه بسيطه خالص يا جماعه. انا لما بلاقي ساعات العميل بيجبرني على ناس تعمل لي PVC او تعمل لي ألمونيوم، ما بقدرش اعترض، لان السوق عامه ما بيبقاش متفهم وجهه نظر ان انا ببقى عايز ده عشان يبقى الطقم مكتمل، مش عشان خاطر الفلوس. بس السوشيال ميديا مفهمه ان المهندس طالما اصر ان هو يجيب حد يبقى هو شور واخد من وراه حاجه، وربنا اللي يعلم ان انا ماليش في القصه دي للاسف. يعني انا عامل زي السيف، ويمكن يعني لا ببقى مع الدولاب بتاعي ولا ببقى مع العميل، يعني دايما بكون محايد وحكم عدل. اللي هيحاسبني عليه ربنا في الاخر، محدش تاني. من الناس المحترمه اللي بتبقى داعمه ليا محمد، لما بتبقى في شغل ولا حاجه واقدر ان انا اجيبه بيجي بيدعمني، وفي شغل بيتطلب مني ارشح حد انا دايما برشحهم. عملوا معايا عماير، عملوا معايا فيلل تانية انا ما دخلتهاش، بس عشان هم الناس عارفين ان انا صادق كنت برشح الناس ديت، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وربنا يديم المعروف. شرفنا يا باشمهندس حبيبي محمد. لقاء في عمليه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا ليك جدا. الله يخليك. شكرا جزيلا.